الموضوع كان صعب، خصوصا ان انا كنت معتمد على التليفون بتاعي في كل حاجه. بس عارف الحلو في الموضوع ايه؟ ان الفتره اللي انا بعدت فيها عن التليفون بتاعي دي كل حاجه في حياتي اتغيرت للاحسن، واكتشفت حاجات كتير قوي قلت لازم اقول لك عليها. انا عايز اوصف لك انا كنت واصل لاي مرحله من مراحل استخدامي للموبايل. انا الموبايل كان لازق في ايدي حرفيا، وانا ما كنتش شايف ان في اي حاجه غلط في حياتي لان كل اللي حواليا كده، فانا ليه هغير حاجه هي اوريدي امر واقع. بس في الرحله كلها، قبل ما ابدا وفي وسط الرحله وبعد ما خلصت التحدي وقعدت 90 يوم فيه بعيد عن السوشيال ميديا عن طريق الموبايل، اكتشفت ان كل حاجه وحشه وكل تقصير في اي جانب من جوانب حياتي كان بسبب الموبايل. اي تقصير كان بيجي في ان اطور من مهاراتي، واي تقصير في الشغل بتاعي وفي ان انا انزل محتوى بشكل مستمر على السوشيال ميديا كان بسبب السوشيال ميديا وادماني على السوشيال ميديا وادماني عن الموبايل. والارهاق والكسل والتعب اللي كنت ببقى فيه طول اليوم كان بسبب التليفون. فانا جاي انقل لك تجربتي في ابتعادي عن الموبايل لفتره مش قليله، واقول لك على المميزات والعيوب اللي حصلت معايا، وفعلا كان في عيوب حصلت معايا لما بعدت عن الموبايل وهقول لك عليها. وطبعا هقول لك على الطريقه اللي انا استخدمتها عشان اقدر اتغلب على الاختراع القوي ده. فيلا بينا نبدا. اعمل مشروب انت بتحبه وركز معايا، بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحقك تكون فاهمين. يلا نسمع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا فهيمه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من الفهيم. الفتره الاخيره قبل ما ادخل في مرحله الابتعاد عن الموبايل كانت فتره صعبه جدا. بدات اثر في حاجات كتير وفي جوانب كتير من جوانب حياتي، واهمها كان جانب الشغل، وعلاقتي بربنا اتاثرت جدا، وصحتي ونزولي للجيم وممارسه الرياضه. كل الحاجات دي بدأت تتأثر بشكل كبير. يمكن الموضوع ما كانش بشكل مباشر ليه علاقة بالموبايل، ولكن الموبايل كان الاختيار الثاني لأي حاجة أنا عايز أعملها. يعني مثلا أنا كاتب في التو دو ليست بتاعت النهاردة إن أنا أنزل الجيم من الساعة 3 للساعة 4، بلاقي نفسي من الساعة 2:30 ماسك التليفون وقاعد بتفرج او قاعد بتصفح السوشيال ميديا، والوقت ياخدني لحد ما الاقي مثلا الساعه وصلت ل3:15 وانا مش واخد بالي خالص من الساعه، وكل ده عشان ماسك التليفون وعمال اتصفح. الوحش في الموضوع بقى ان انا بعد ما بسيب التليفون واقرر ان انا لازم اقوم انزل الجيم دلوقتي، لما بروح الجيم بلاقي نفسي تعبان. فما كنتش اعرف ان الموبايل كان ممكن يكون سبب في حاجه زي دي، لان يعني ايه المنطق اللي بيقول ان بسبب التليفون ما اقدرش ارفع اوزان في الجيم؟ ومع الوقت اكتشفت مشاكل تانية كتير، زي مثلا وانا قاعد شغال بتشيك التليفون بتاعي كل 5 دقايق تقريبا، مع ان ما بيكونش فيه اشعارات، لكن في شعور غريب كده بيجي لي بيخليني ان انا امسك التليفون بتاعي واتشيك اي حاجه، افتح فيسبوك، افتح انستجرام، افتح اي حاجه، اتابع ماتش كوره انا اصلا في دوري ما بتفرجش عليه، ولكن كان دايما بيبقى عندي شعور ان انا لازم امسك التليفون واتشيك اي حاجه اي حاجه. فبقيت احس ان انا فعلا مقصر، وان انا بضيع وقت كتير انا مش محتاج ان انا اضيعه، والوقت ده لو انا استغليته في حاجه تانية انا هستفاد بشكل كبير قوي. والموضوع ما كانش عاجبني، فقررت وقتها ان انا لازم ابعد عن الموبايل بتاعي واشوف يمكن العيب فيه، وان لو الموبايل مش موجود هقدر ان انا استغل وقت اكبر في ان انا اهتم بالشغل اكتر واهتم بصحتي اكتر. وقلت ان انا هستخدم اللابتوب في ان انا اتصفح السوشيال ميديا، لو انا عايز حاجه منها مثلا ضروري انا هستخدم اللابتوب عشان اقدر اوصل للحاجه دي. فلقيت ان انا بزهق من ان انا استخدم السوشيال ميديا عن طريق اللابتوب، فقررت ان انا امسح كل منصات السوشيال ميديا من على الموبايل بتاعي، واستمر في ان انا استخدم السوشيال ميديا من عن طريق اللابتوب لفتره، وبعد كده اشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. يوم التاني التالت لحد ما بقيت احس بتعب كبير جدا، وزاد عندي شعور احتياجي للموبايل من تاني. فللاسف رجعت تاني انزل كل منصات السوشيال ميديا على الموبايل بتاعي، ورجعت استخدمها تاني عن طريق الموبايل. والمشوار الكبير اللي انا كنت بادئه عشان احل مشكله كبيره كانت عندي رجعت له تاني. فقلت لازم اعمل سيرش، واكتشفت حاجه صعبه قوي وما كنتش اتوقعها. انا للاسف مدمن. انا كلمه ادمان لما كانت بتتقال قدامي كان كل اللي بيجي في بالي وقتها هو المخدرات والهيروين والحاجات دي، ربنا يعافينا يا رب، مش اكتر من كده. انما ادمان على السوشيال ميديا موضوع غريب شويه، خصوصا ان الناس دي كلها مرتبطه بالتليفون بتاعها ارتباط كلي تقريبا، فمعقوله ان كل الناس دي مدمنه؟ فانا ما كنتش مصدق، وعشان اصدق كنت محتاج حاجه تثبت ده. دورت على الاعراض اللي لو موجوده فيا يبقى انا فعلا مدمن على التليفون ومدمن على السوشيال ميديا. ركز انت كمان في الاعراض دي عشان لو هي عندك يبقى انت كمان مدمن. اول حاجه هي الشعور بعدم الاستقرار لما يكون في صعوبه في الوصول للانترنت. يعني لما النت بتاعك يكون فاصل، او لما الباقه بتاعت التليفون بتاعك تفصل، وقتها لو بتحس بعدم الاستقرار وانت مش قادر تقعد من غير نت يبقى انت مدمن على التليفون. تاني حاجه ان التليفون والسوشيال ميديا يكونوا اخر حاجه تعملهم قبل ما تنام، واول حاجه تعملها اول لما بتصحى. تقريبا دي اكتر حاجه اثبتت لي ان انا فعلا مدمن على التليفون، لان فعلا التليفون بياخد مني تقريبا اراوند الساعه قبل ما انام، وساعه
وقت ما اصحى. تالت حاجه هي الشعور بالقلق والتوتر لما يكون التليفون مش في ايدي. اظن الموضوع ده مش فيا قوي، لكن برضو ببقى حاسس ان في حاجه ناقصه، يعني لازم اكون التليفون جنبي عشان اتشيك كل شويه هل حد بعت حاجه، هل في اشعار مهم لازم ارد عليه. الكلام ده كان بيحصل معايا احيانا. رابع حاجه هي اني كنت بتشيك التليفون بتاعي عشان اشوف لو في اشعارات من السوشيال ميديا وانا ماشي في الشارع وانا سايق العربيه. خامس حاجه هي اني كنت بحس باحساس وحش لما انزل صوره او ريل وما يكونش عليهم اقبال كبير في اللايكس او الكومنتس والكلام ده، فكنت بحس بالحزن شويه. سادس حاجه كنت بتكلم مع الناس كويس جدا على السوشيال ميديا، لكن لما بشوفهم في الحقيقه ما بيكونش حابب ان انا اتكلم معاهم كتير، فشخصيتي اللي على السوشيال ميديا كانت مختلفه تماما عن شخصيتي اللي في الحقيقه. تخيلت ان انا عايش من غير موبايل لمده شهر، ايه ممكن يتغير في حياتي؟ قلت انا عشان اعرف ايه ممكن يتغير في حياتي لما ابعد عن الموبايل بتاعي لمده شهر لازم اعرف بالظبط انا بقضي وقت في ايه على الموبايل بتاعي. ففتحت السكرين تايم بتاعت التليفون بتاعي، وهنا كانت الصدمه. انا بقعد على التليفون بتاعي متوسط ل7 ساعات يوميا. لما حسبتها في الشهر لقيت ان انا كل 30 يوم بقعد حوالي 8 ايام على الموبايل وعلى السوشيال ميديا. الرقم ده صدمني، انا ما كنتش متخيل ان انا مدمن على الموبايل وعلى السوشيال ميديا بالشكل ده. انت متخيل ان في 8 ايام من كل شهر في حياتك انت بتضيعهم بس على السوشيال ميديا وعلى الموبايل؟ انت مستوعب ال8 ايام دول انت ممكن تعمل فيهم ايه؟ ال8 ايام دول هم كافلين جدا ان هم يخلوك غني. ده بجد والله مش هزار. انت في ال8 ايام دول كل شهر انت ممكن كل 8 ايام تتعلم مهاره. فانت متخيل قد ايه شيفت تقريبا؟ يعني انا كنت بقعد شيفت كامل على الموبايل، شيفت 7 ساعات الناس بتشتغلوا انا بقعده على الموبايل. فبجد الموضوع كان واصل معايا لدرجه من الخذلان ومن الادمان رهيبه، وانا ما كنتش متخيل الموضوع ده وما كنتش واخد بالي منه لحد ما بقيت احس ان في مشاكل بدات تظهر في حياتي. فهنا لازم اقف، لازم اشوف ايه اللي بيحصل. وبعدها بدات ادور على الحل العملي اللي اعمله عشان اخرج من الادمان ده، ولجأت لكتاب التقليل الرقمي للكاتب كال نيوبورت. وعشان اوضح لك فكره الاستراتيجيه اللي انا مشيت عليها، انا عايزك تعرف ان دماغك هي عباره عن وعاء، والوعاء ده عمره ما بيكون فاضي، دايما دماغك مليانه بالافكار، وانت بتزود الافكار اللي داخله جوه دماغك عن طريق حواسك. يعني لما عينك بتشوف حاجه او بتسمع او بتشم، تلقائي بتزود الافكار اللي داخله جوه دماغك. فتخيل معايا انك فاتح الموبايل بتاعك لمده ساعه كامله قاعد بتسكرول بس في الفيديوز. انت في الساعه دي هتتعرض لالاف من الفيديوهات القصيره اللي ملهاش اي علاقه ببعض. فيديو لشخص بيقول نصيحه، لفيديو لخناقه في الشارع، لفيديو رقص، لفيديو تاني عن الكوره. كميه افكار ومشتتات رهيبه انت بتدخلها جوه دماغك، وفي منها الحلال وفي منها الحرام. فبمجرد ما تسيب الموبايل بعد ساعه من التصفح، انت خلاص دماغك هتنفجر من كتر الحاجات اللي جواها ومن كتر الافكار اللي انت دخلتها جوه دماغك في الساعه دي، وبالتالي انت مش هتقدر تركز في اي حاجه تاني مهما تعمل ومهما تحاول. الكاتب كال نيوبورت اتكلم عن حاجه مهمه قوي واللي هي العزله. لما تسمع كلمه عزله بتفكر انك لازم تروح مكان بعيد عن الناس كلها وتقعد فيه بجسمك لوحدك وما يكونش حواليك اي حد من البشر، ولكن العزله الحقيقيه هي الحاله اللي بيكون فيها عقلك خالي من اي افكار تاتي من عقول الاخرين. يعني لو انت قاعد لوحدك في اوضه وماسك كتاب وبتقرا فيه، فانت هنا مش في عزله، لان انت عرضت دماغك للافكار اللي موجوده جوه الكتاب. الموبايل بقى بيمحي العزله منك خالص، والعزله هي حاله انت لازم تدخل فيها كل فتره عشان تنظف وتفلتر الافكار اللي جوه دماغك. الموبايل بقى بيمحي العزله منك لانه بيعرضك اوريدي لالاف من الافكار وفي فتره صغيره جدا. متخيل ملايين من الافكار في مكان واحد بس وهي في الموبايل بتاعك، اللي ممكن تتعرض لها في اي مكان وفي اي وقت، وانت نايم وانت في الحمام وانت بتتمشى وانت سايق، اي وقت تقدر تتعرض فيه لكل الافكار دي. وبالتالي انت بتحس دايما ان موبايلك هو مالي عليك حياتك وانت مش محتاج اي حاجه تاني غيره. وكان الحل بالنسبه لي هو ان انا ادخل في العزله. انا مسحت كل المنصات اللي انا مش محتاجها في شغل من على الموبايل بتاعي، ولو في منصه ضروري لازم اكون متواجد عليها بقيت ادخل للمنصه دي عن طريق اللابتوب. وفكره انك تتصفح اي منصه من منصات السوشيال ميديا عن طريق اللابتوب كان بيبقى الموضوع فيها اصعب شويه من الموبايل، فكنت اقل عرضه للسوشيال ميديا واقل عرضه للافكار الكتير جدا اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا لما بدات استخدم السوشيال ميديا عن طريق اللابتوب. والتليفون بالنسبه لي كان عباره عن حته حديده بتكلم فيها في التليفون فقط لا غير، وكان بيساعدني في ان انا اصحى بدري. وكان بالنسبه لي بجد ممل، انا اول مره في حياتي احس ان التليفون بتاعي ممل للدرجه دي. وبعد 90 يوم وانا بعيد فيهم عن الموبايل، احب اقول لك ان الحمد لله اتعافيت من ادماني للسوشيال ميديا، ورجعت تاني نزلت المنصات اللي انا محتاجها للشغل، ولكن حطيت قواعد في استخدامي للمنصات دي والتزمت
استخدمت بيها. اولا انا وقفت كل الاشعارات اللي ممكن تجيلي من اي منصه من المنصات وفي اي وقت. ثانيا حددت كميه الوقت اللي انا هفتح فيه المنصات، واللي كان ساعه واحده بس على مدار اليوم كله. ولو في منصه انا بستخدمها اكتر من ساعه بسبب الشغل كنت بديها وقت اكتر شويه. كنت بسيب اليوتيوب دايما، لان اليوتيوب بالنسبه لي هي منصه تعليميه وانا بستفاد بيها بشكل كبير جدا. ودايما كنت بخلي كتاب جنبي عشان وقت ما احس بالملل ما يكونش التليفون هو الحل التاني بالنسبه لي اللي هيملى عليا الوقت الفاضي اللي انا فيه. كنت دايما بعرض دماغي للافكار اللي موجوده في الكتب، فطول الوقت في كتاب جنبي، في اي وقت حسيت بالملل بفتح الكتاب ده واقرا اللي فيه. من بعد ما عملت ضبط مصنع لدماغي وبعدت عن الموبايل وعن السوشيال ميديا، انا كل حاجه في حياتي اتحسنت جدا جدا. وبالتالي انا باكد لك يا صديقي ان حل مشكله التعب والارهاق اللي انت بتمر بيها هي ادمانك للموبايل وادمانك للسوشيال ميديا. ادخل على السكرين تايم بتاعت التليفون بتاعك واعرف انت بتقضي افريج او متوسط قد ايه في اليوم على الموبايل بتاعك، واعرف كمان انت بتقضي الوقت ده في ايه بالظبط، وشاركني سكرين شوت للسكرين تايم بتاع تليفونك وعرفني انت بتقعد قد ايه على الموبايل بتاعك. ولازم كلنا نتشارك في الموضوع ده عشان نحل المشكله دي مع بعض. واقل نسبه استخدام للتليفون هلاقيها في الكومنتس. ليه عندي مفاجاه حلوه قوي، اتمنى يكون الفيديو ساعدك واضاف ليك ولو بنسبه صغيره. ما تنساش تفجر زرار اللايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.